إلى الإعلام العام والرأي العام. استشهدت عضو أكاديمية علم المرأة الجينيولوجي وعضو هيئة تحرير مجلة علم المرأة الجينيولوجي ناجيهان أغارسيل نتيجة هجوم مسلح في مدينة السليمانية في إقليم جنوب كردستان في الساعة 9:30 من صباح يوم الثلاثاء. إننا ندين بشدة هذا الاغتيال السياسي الذي يعد من جرائم القتل السياسي التي ارتكبتها الفاشية والقوى المهيمنة بحق جميع النساء المقاومات والمناضلات حول العالم. ندعو إدارة حكومة جنوب كردستان إلى البحث عن مرتكبي جريمة القتل هذه في أسرع وقت ممكن، التي تطورت كاستمرار لجرائم القتل الوحشية ضد كل من ياسين بولوت ومحمد زكي جلبي وسهيل خورشيد. إذ لم يتم توضيح جرائم القتل هذه فإن تعاون حكومة جنوب كردستان سيقع تحت ضائلة الموجة المتصاعدة للثورة النسائية. قضت ناجيهان وقتا طويلا في الكفاح من أجل حرية المرأة الكردستانية، كما وقادت بروح فدائية حركة الشباب الجامعية والصحافة وعلم الجيولوجي، وقاومت في السجون لسنوات من أجل هذه القضية. خلال أصعب سنوات ثورة المرأة ثورة روج آفا، ومن أجل إطفاء لون وطابع المرأة على الثورة، بذلت الشهيدة ناجيهان جهدا كبيرا في جميع أنحاء روج آفا وخاصة في عفرين، كما وعملت بشجاعة وتصميم كبيرين، وقد لمست أرواح وقلوب نساء شنغال اللواتي تعرضن لأقسى وحشية من قبل تنظيم داعش. من أجل تنوير علم المجتمع وتاريخهن أجرت بحثا ميدانيا في هذه المناطق. كانت ناجيهان أغارسيل عضو أكاديمية علم الجينيولوجي تعمل مع نساء جنوب كردستان في مكتبة أعمال المرأة الكردية ومركز الأبحاث في السليمانية مع نساء جنوب كردستان اللاتي عانين من أشد عواقب الفاشية وسياسات الدولة القومية، في الوقت الذي كانت تعمل عضو أكاديمية علم المرأة بشكل متحمس بقوة وإرادة وأصرار كبير من خلال علم المرأة لخلق ثقافة المرأة. قتلت ناجيهان أغارسيل بوحشية بذهنية قوات الاحتلال ذات العقلية السوداء المتطرفة. سنبقي ناجيهان أغارسيل خالدة، وذلك من خلال رفع وتيرة ثورة المرأة في كافة أنحاء العالم. ناجيهان أغارسيل التي كانت تعمل منذ عقود لخلق القوة الذهنية والعلمية لموجة ثورة المرأة التي أثيرت في جميع أنحاء العالم تحت شعار جن جيانا آزادي ضد الذهنية الفاشية التي قتلت بوحشية الشابة الكردية في شرق كردستان جينا أميني. نعلن أننا سوف ننتقم لصديقتنا ناجيهان من خلال خلق تنوير نسائي بعلم المرأة بالرغم من وجود الظلمة الذهنية للفاشية والذكورية المهيمنة. وندعو جميع النساء الثوريات الديمقراطيات، النساء الداعيات إلى الحرية، الأكاديميين العلماء، إلى إدانة هذا الاغتيال السياسي ورفع وتيرة نضال الحرية في وجه الاحتلال والاستعمار وظلام الذهنية الفاشية تحت شعار جن جيانا آزادي. في شخص شاهناز إبراهيم وكافية سليمان ندعو جميع نساء جنوب كردستان إلى الضغط على حكومة الجنوب لإلقاء الضوء على هذا القتل السياسي والكشف عن أبعاد الجريمة، كما وندعوهن ضد هذه الجريمة الوحشية الالتفاف حول شعار جن جيانا آزادي وتوحيد أعمالهن مع موجة الثورة النسائية التي تطورت في شرق كردستان وريادتها. مركز دراسات وأبحاث الجيولوجيا في الطبقة 16/2022.